بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وأسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. أنا اخترت الفيديو ده يا جماعة عنوان الأرنب حالة مش سلالة. يعني إيه الأرنب حالة مش سلالة يا عم عصام؟ هقول لك يعني إيه. كلمة سلالة معناها إن الأرنب مثلا اللي زي كده ده ريكس، يبقى ريكس مش مخلط. الأرنب اللي زي ده كده يبقى اسمه ريكس ملون، برضو نفس الحكاية، ده يبقى اسمه بيبيون. لكن يا جماعة الحقيقة مش كده. الحقيقة ان الأرانب في مصر كلها هجين. يعني ايه كلها هجين يا عم عصام؟ يعني الأرنب ده هيجيب لك أبيض وأسود وجميع الألوان، الأرنب البيبيون ده هيجيب لك جميع الألوان، لأن بيمتد السلالة بتاعتها للجدود بتاعتهم، وبالتالي جميع الأرانب في مصر هجين مخلطة. حتى اللي بيبيع لك أرنب ويقول لك ده مش عارف ريكس أصلي، ده بيبيون أصلي، اوعى تصدقه، لأنه هو مهجنه عنده. طيب ده عرفنا يعني ايه السلالة. طب يعني ايه حالة بقى؟ اقول لك يعني ايه حالة. خلي حضرتك ناصح وانت بتشتري الأرانب. يعني ايه يا عم عصام؟ النهاردة أنا رحت أجيب أرانب من مكان شغال فيه مبردات وشغال فيه خلايا تبريد وشفاطات ودرجة الحرارة عنده 25، وأنا كلامي كله للمربي المبتدئ. رحت حضرتك اشتريت الأرانب دي وجيت أنت مربي زي حالاتي كده ما عندوش خلايا تبريد ولا شفاطات، وحطيته عندك يومين 3 وهتلاقيه مات عندك. ليه؟ لأنه هو الحالة بتاعته ان هو ما بيستحملش الحر الشديد او البرد الشديد. انما بص حضرتك، دي كلها ارانب بكر عمر 5 شهور ونص تقريبا اهي، جميع الانواع دي بكر معايا دلوقتي في درجة حرارة. النهاردة الحرارة 40، مستحملة درجة الحرارة وبتاكل وبتشرب ومفيش عندها اي مشكلة. هي دي اللي اقصد عليها كلمة حالة. طب ايه حالة تانية يا عم عصام؟ الارنب حالة يعني ان هو بيقاوم لجميع الامراض، ما يجيلوش اسهالات، ما يجيلوش انتفاخات، الحاجات دي كلها. الحر او البرد ما بيأثرش فيه، وبالتالي هو المقاومة بتاعته عالية للحرارة والرطوبة ولأي حاجة. انت لما بتاخده بتبقى مطمن ان في اسوأ الاحوال الجوية هو هيعيش عندك. انت مش قصد ان انت تعيشه في مكان سيء، لا، انما انت ظروفك هي اللي سامحة بكده. بدليل حاجة، ان النهاردة يا جماعة في ناس قاعدة دلوقتي في تكييفات، صح ولا غلط؟ وفي ناس تانية قاعدة في مراوح، وفي ناس لا لاقيه مراوح ولا لاقيه تكييفات، بس كله عايش. وبالتالي انت ظروفك كده. فنصيحة مني، لما تشتري أرنب اشتري أرنب من مكان يكون نفس الظروف اللي متربي فيها نفس الظروف اللي عندك. غير كده نصيحة مني ما تشتريش أرنب، لأنك لو اشتريت أرنب في بيئة وظروف غير البيئة اللي هو عايش فيها أكيد 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 هيموت. زي ما تكون جايب عيل صغير مرفه عايش في تكييفات وكده، وتيجي تحطه في شقة لا فيها تكييف ولا فيها أي حاجة، 100% العيل ده هيعيا. هو نفس الحكاية يا جماعة بالنسبة للأرانب. زي ما قلت لكم النهاردة درجة الحرارة معدية 40 أو 40، والحمد لله الأرانب زي ما انت شايفها اهي نايمة ومرتاحة ومفيش أي مشاكل. طب دول هياكلوا امتى يا عم عصام؟ هو أنا حطيت لهم أكل من شوية وهيرجعوا بالليل بقى الجو يكون طر شوية كمان هياكلوا، وإن شاء الله كل حاجة
هتبقى تمام. انا حبيت اوضح لك كلمة الارنب حالة مش سلالة يعني ايه. اتمنى لما يوصلك الفيديو ان انت تكون في اتم صحة واسعد حال، والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.